البنات ندمت اللي كنت كنشري زيت الحلبة من الزنقة وما كنعرفش شنو فيه. اليوم غنوريك كيفاش تصاوبيه في دارك، زيت طبيعي 100% مركز وبزيرو درهم تقريبا. والاهم غنوريك السر باش تحيدي منه الريحه المجهده وما يهربش منك راجلك. وخليكم معايا حيت غنهضروا في موضوع مهم، علاش المراه خاصها تهلا في راسها باقل التكاليف، حيت غنهضروا في موضوع كيهمنا كاملين كعيالات حادقات. غادي نحتاجو كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت، زيت الزيتون او زيت نوار الشمس، كاس ديال الحلبة اللي غادي ناخدوها في الاول قبل ما نغسلوها. غادي نقيوها الا كان فيها شي حجره ولا شي حاجه غادي نحيدوها هي الاولى. وبعد ما غادي نقيو الحلبة ديالنا مزيان غادي نغسلوها، غنديروها في الماء نغسلوها عده مرات حتى نحيدو من هذاك التراب اللي كيكون على برا، تتنقى مزيان. عاد غادي يمكن لينا نستعملوها. بين ما كنشوفوا هاد الزيت ديال الذهب اللي كيتصاوب، بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع. بزاف منكم كتقولوا ما عنديش الوقت لراسي او ما عندي فلوس للكريمات. بغيت غير نقول لك باللي الانوثه هي تهلاي في راسك، باللي عندك فاش كديري مساج لوجهك بهذا الزيت راه كتعطي لراسك قيمه. المراه اللي كتهتم بجمالها هي مراه عندها طاقه ايجابيه لولادها لدارها. ما تهمليش راسك، الكوزينه فيها كل شيء باش تولي ملكه جمال. الاستثمار في النفس، بزاف ديال العائلات كينساو راسهم في الكوزينه والشقه والدار، وكتقول ما عنديش الفلوس باش نمشي للصالون. الحداقه هي تستغلي اللي عندك في الكوزينه باش تزياني. زيت الحلبه هو كولاجين طبيعي، علاش نحرم راسي منه؟ حب الذات ليس انانيه. فاش كتهلاي في شعرك وبشرتك راه كتعطي طاقه ايجابيه لراسك ولدارك. المراه اللي مهليه في راسها كتكون نفسيتها احسن ومعاملتها مع ولادها وراجلها احسن. كاين اللي غادي تقول الحلبة ريحتها خانزة، غادي نقول ليها اللي بغى العسل يصبر القريص النحل، ولكن الا ضفنا لها شويه ديال القرنفل ولا شويه ديال القرفه غادي نرجعوا ريحتها زوينه. البنات هاد الزيت راه كولاجين طبيعي كيجبد البشره، كيحيد التصبغات وكيصفي الوجه، والاهم انه كينفخ الخدود بشكل طبيعي. اللي بغات وجهها يولي عامر ونقي، وحتى للشعر اللي عندها الفراغات في مقدمه الراس او شعرها كيطيح، هاد الزيت كيقوي البصيلات، كيطول الشعر وكيخليه كتيف. بعد ما كنغسلوا الحلبة ديالنا مزيان عدة مرات كنزيدوا عليها كاس ديال الماء، كنزيدوا كاس ديال الزيت، وغادي نحطوا كل شيء. دابا المرحله المهمه غادي نحركوا هاد الشيء مزيان، وغادي نحطوها فوق نار اللي كتكون جد متوسطه، يعني النار هادئه جدا جدا. وكنخليوه يطيب. هو ما غاديش يطيب الزيت لان خلطنا معاه الماء، فما تخافوش. غادي نخلي الزيت والحلبه كتطلق المفعول ديالها، يعني ديك الحلبه كتطبخ في الماء حتى غادي تطلق المفعول ديالها كامل فوق نار متوسطه جدا، وكتبقى غير الزيت كيزول الماء بصفه نهائيه. اول مرحله واهم سر لنجاح الزيت هي التعقيم. شوفوا معايا هاد القريعه خاصها تكون ديال الزاج وماشي البلاستيك. غسلتها مزيان مزيان، ومن بعد درت الماء حتى غلا وطفيت عليه، وغادي ندوزها في هذا الماء المغلي لمده ديال 10 ديال الدقائق. شوفوا معايا ممنوع تمسحيها بالزيت من الداخل، خليها تنشف بوحدها في الهواء، اولا دخليها للفران دافي ومطفي. علاش؟ حيت اي قطره ديال الماء كتخلي الزيت يغملك ويفسد، وحنا بغينا الزيت يبقى صالح لمده ديال عام. الجسم هو معروف زيت الحلبة بالفوائد ديالو في زيادة حجم المناطق الأنثوية بالتدليك المستمر طبيعي وآمن. وهنايا كتخليوه حتى يتبخر الماء تماما، كيبقى غير الزيت. كتعاودوا تعبروا الزيت الى عطاكم كاس مزيان، الى عطاكم اكثر من كاس عفوا راه مازال باقي فيه الماء خصو مازال يطيب. الجمال يا البنات كيبغي الصبر والاستمراريه. ما يمكنش ديري الزيت نهار واحد وتسيني الخدود يخرجوا. كوني للوم ولاتي وتهلاي في راسك كل ليله وديري هاد الزيت روتين ديالك. الجمال الطبيعي هو اللي كيدوم وباقل تكلفه بزيرو درهم. هنايا بعد ما كان نخلي الزيت ديالي حتى كيبرد كنصفيه في واحد الصفايه اولا شبكه رقيقه. من الاحسن الشبكه اللي غادي تستعملوا حتى هي ما يكونش فيها الماء، هكا كنزيدوا نحافظوا على الجوده ديالو. البنات اللي عندهم حب شباب نشيط يفضل ما يديروش الزيت مباشرة على الحبوب حتى يبرد الوجه. دائما جربوا الزيت على منطقة صغيرة وراء الأذن باش تأكدوا من عدم وجود حساسية. ودابا غادي نعطيكم الخلطة القنبلة للخدود. الا بغيتي نتيجة اسرع يمكن لك ديري ملعقة صغيرة من زيت الحلبة، هاد الزيت اللي صاوبناه، مع ملعقة صغيرة من خميرة الخبز المعجونة.
طبيعيه اللي كنعجنوا بها الخبز، ماشي خميره الحلويات البنات سمعوا مزيان، وقليل من الزبادي او الياغورت الطبيعي. هادو ثلاثه ديال المكونات. هذا ماسك كيمكن لك تحطيه على منطقة الخدين فقط، يعني غادي تخلطوهم مع بعض وغادي تحطيه على الخدود ديالك، تجنبي الانف تماما، لان هاد الوصفه تتصغر، ما بغينا لا نصغروا لا نكبروا النيف، يعني خليه كما هو، بغينا نكبروا الخدود. فكتطبقيه لمده ديال 20 دقيقه، ومن بعد كتغسلي وجهك، غادي تلاحظي نضاره فوريه مع الاستمرار، كتبدا تبرز لك الخدود، يعني الخدود غادي يبداو بحال كنقولوا كنحصلوا على خدود مورده، كيكون فيها واحد نضاره عجيبه. انا هاد الماسك بالضبط راني مجربه الخميره، ما كدير لي انا حتى شي حساسيه، ملي كندير على وجهي عادي، الياغورت طبيعي ما فيه حتى شي ضرر، وعاد هاد الزيت حتى هو اللي صاوبنا، حتى هو راه طبيعي 100%. بالنسبة للمساج أو التدليك فهو السر، لا يكفي وضع الزيت فقط، بل يجب تحفيز الدورة الدموية في الخدين. الطريقة هي تاخدي القليل من زيت الحلبة الدافئ على أصابع يدك، والحركة كتقومي بعمل حركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى من جانب الفم باتجاه الأذنين، من الداخل للخارج. المدة غتستمري في التدليك لمدة 5 إلى 10 دقائق يوميا قبل النوم. هذا كيساعد الزيت على التغلغل وكيحفز العضلات باش كتبرز الخدود. وهذه الطريقه اللي عطيتكم ديروها المناطق الانثويه كذلك، اللي بغى يزيد فيها بشكل طبيعي. طبعا كنديروا تدليك بطريقه ناعمه، وكنختاروا شي وقيت اللي كنكونوا سالينا فيه الشغال ديال الدار كاملين، وباش يكون الجسم في حاله استرخاء. هاد الزيت يا البنات راه معجزة للخدود. مساج، ديري حركات دائرية من التحت للفوق كل ليلة. بالنسبة للشعر ديريه للفراغات وبلايص اللي فيها التساقط. اما بالنسبة للتسمين الموضعي راه كيعطي نتيجة خيالية مع الاستمرار. ودابا السر اللي وعدتكم به باش ما تبقاش ديك الريحه ديال الحلبه المجهده اللي كتهرب العيالات، كتزيدوا واحد 3 الحبات ديال القرنفل اولا واحد العود صغير ديال القرفه. الطريقه اللي عطيتكم ديال المزروبات اللي بغاو الزيت وجيت ليهم في نهارو، ولكن السر هو العافيه تكون مهيله باش الزيت ما كيتحرقش وتولي فيه ريحه الشياط. كاينين جوج ديال الطرق. الطريقه الساخنه اللي هي حمام مريم، كديري القرعه في كاسرونه فيها الماء العافيه مهيله بزاف لمده ديال ساعه. وكاينه هذه اللي شاركت معكم اليوم. وكاينه واحد الطريقه اخرى اللي كديري الحلبه حبوب بلا ما تطحنيها بحال هاد الطريقه، باش الزيت يبقى صافي، وكتكبي عليها الزيت، كتغطي القرعه بظرف بشي ظرف كحل او تقشيره قديمه باش ما يشوفش الضوء، وتخليها في بلاصه مظلمه لمده ديال 21 يوم. كل نهار كتحركوها شي شويه صافي حتى كتوجد الزيت ديالكم.